أشرف حكيمي كيعترف داروا لي القلب. والمهدي وخلي عليك مرابط في التقار. أملاح إصابة، الصبيري مشاكل، وناحي غير شوية. الميليو يا وليد الميليو. الزلزولي وبالأداء ضد السيلتا فيغو كيصيفط اس ام اس لبرشلونة وفاكس الوليد الركراكي. السلام عليكم ومرحبا بكم الاوفياء المتابعين ديال قناتكم جيبها في الشبكه. برنامج التلفازي الاسباني غادي يعاود الفيلم ديال اشرف حكيمي، غادي يعاود هاد لافير هادي واللي بان فيها خيوط واللي بانت فيها شهاده. هي كانت الشهاده ديال الصديق ديالو في اسبانيا اللي ما دلاش بالهويه ديالو. هاد الصديق قال بانه اشرف حكيمي اتعرض للمصياده، اتعرض للمؤامره هي اللي طاحت به وخلاه يتغر به في هذه القضيه ديال الاغتصاب. هذا البرنامج التلفزيوني الاسباني هو تكلم على الظروف النفسيه اللي كتعيش بها العائله ديال اشرف حكيمي. الله يكون في العون. اكيد بانه امتحان وابتلاء. اشرف حكيمي ربما تم استغلال الطيبوبه ديالو، لكن كان خصو يعرف اشرف بانه شخصيه عامه، شخصيه عالميه، اي حاجه محسوبه عليه. يمكن بحسن نيه لكن طاح في اكيد واحد الريزو اللي اطاح به، ونتمنى ان شاء الله ان ربي يفك عليه ويفك على العائله ديالو طالما ما كانش مذنب. وهذا هو اللي خلى ان عديد اللاعبين المنتخب الوطني اللي تواصلوا مع اشرف حكيمي، حكيم زياش، اكيد الكابيتانو رومان سايس، يوسف النصيري، عديد اللاعبين المغاربه اكيد في التواصل، وعلى الراس ديالهم كذلك وليد الركراكي كوتش المنتخب الوطني. اكيد رسائل دعم مع اشرف حكيمي في هذه المحنه. اشرف حكيمي مقبل اليوم على مقابله مهمه، يمكن هي المقابله ديال الموسم، هي المقابله ديال باريس سان جيرمان بصفه عامه، لان باريس سان جيرمان كتدور على عصبه الابطال، عندهم ماتش الروتور امام خصم عنيد. اللقاء ضد البايرن لقاء حياه او موت بالنسبه لباريس سان جيرمان. يمكن داكشي اللي كيبنيو عليه الموسم كامل هو عصبه الابطال، بغاو على الاقل يمشيو الادوار المتقدمه. اشرف حكيمي اخر مقابله كانت له تقريبا هي ضد البايرن، في ديك المقابله اللي تم الزج فيه وقالوا بان لعب شوط واحد خرجوا المدرب، وفي التالي بانه قال لك هذه راه اصابه كترجع لي لاكون ديالها، يعني كترجع الاسباب ديالها الاصابه بكاس العالم. الا كانت تصاب في كاس العالم كان خصو يرتاح، كان خصك تميناجيه باش يكون يرجع في قابل الاستحقاقات. لاحظنا في ديك المقابله تمحن اشرف مع حكيمي مع كينغسلي كومان. كما بغا يكون المهاجمين كنا كنعرفوا اشرف حكيمي واجه اعتى واشرس المهاجمين في العالم، اكيد كيسلك نفسه، لكن ديك المقابله يحقق على الحق. اكومان دار فيه اللي بغى، كيديه باليسار كيديه باليمين. تم الاخراج ديالو في الجوله الاولى كما قيل بانه اصابه اللي تعرض ليها، لانه في المنتخب الوطني كيبغيو ديما يعلقوا على المنتخب الوطني. ما كاين باس، المقابله اليوم مهمه جدا. اولا واش غادي يلعب اشرف حكيمي؟ تساؤلات. وحتى الى غادي يلعب اشرف حكيمي واش بدنيا جاهز وصحيا جاهز؟ وقبل هذا الشيء كامل واش نفسيا اشرف حكيمي جاهز؟ هذا الشيء اللي داز عليه واخا يبغي يكون من القوه انه يدير بحال ما كاين والو، اكيد يقدر يلعب على الذهنيه ديالو. وهذه هي اللي ما كنتمناوهاش لاشرف حكيمي، لانه الا كان حضر خصو يكون ايبر كونسونطري على خصم الشرس البافاري بايرن ميونخ. بايرن ميونخ كان الممثل ديال الكره الالمانيه، وكنعرفوا بان الكره الالمانيه خرجت جريحه من كاس العالم، واكيد بان الممثل ديالها البايرن غادي يبغي يرجعوا ديك الهيبه اترافير باش يدخلوا طول وعرض فريق باريس سان جيرمان. مع الاسف فريق باريس سان جيرمان ماشي داك الفرقه بديك الروح القويه اللي يمكن تقال على الكبار اوروبا. الا بغى شي حد شي مثال هي لا غرينتا ديال الريال مدريد في اسوء الحالات ديالها، بالاصابات ديالها، بلاعبين يمكن بالغوسي، ورغم ذلك الفرقه كتلقاها
كتقدر انها تقلب النتائج. علاش؟ كاين لاضيين، كاين الهويه، كاين روح ديال الفريق في العمق. فيما باريس سان جيرمان ميسي غيشوف تيشوف واحد الوقيته يلاشي، نيمار خلص، راه تكلموا على انه الاصابه راه سهله، مبابي بوحده يقاوم، فيما اشرف حكيمي هل يكون هل لا يكون غادي ننتظروا، وحتى الا كان نتمنوا ربي انه يوفقوا ويدير مقابله كبيره. سفيان أمرابط الدولي المغربي ولاعب فريق فيورنتينا الإيطالي غادي يكون في لقاء صحفي وغادي يعاود الذكريات ديال المونديال. غيتكلم على جوج ديال لقطات غتبقى تاريخيه. الاولى هي داك الطاكل اللي غادي يمشي يجيب الكره عند مبابي، فتكلم سفيان قال بانها كانت المقابله ضد فرنسا، كنا خاسرين بواحد وكنشوف مبابي صافي قلع مبابي صافي غيتماركا الثاني، يعني مشينا فيها. قال وديك اللقطه وكتشوفوني كيفاش اني جمعت النفس ديالي وبداك السبرينت، والحمد لله ربي جاب التيسير، لدرجه انه القوه ديال اللقطه قال لك ما رديت البال حتى كنسمع الجماهير كتغوت وكتهتف بديك اللقطه. لكن اهم ما تكلم على سفيان أمرابط هي المقابله الصعبه ضد اسبانيا. راه دوز المحنه بديك الليله تقريبا ما نعش، كانت عنده الام على مستوى الظهر، واللي خلات ان الطبيب كيحاول يستعمل الادويه باش يقدر يوجد أمرابط، وكيقول بان أمرابط ما عرفش راسي انا واش غادي نكون ولا ما نكونش. حتى كيجي عندي وليد كيقول لي ما يمكنش أمرابط، حنا عوالين عليك، انت قطعه مهمه في المنظومه المنتخب الوطني، ما يمكنش غادي نلعبوا المقابله اسبانيا بلا ما غادي تقول. سفيان هو كيسمع هذا الكلام قال لك انا ما بقى لي ما غادي نقول، انا غير كان عندي تخوف، عولوا عليا وفي الاخر ما ندير والو. لكن الحمد لله ربي ما خيبش، العب 120 دقيقه وبواحد المستوى الركض تاريخي، وهذا الراجل تقريبا الليله كامله ما نعش. اكيد سفيان أمرابط في اخر مباراه اللي تكلم عليها في الفيديو السابق اللي كانوا انتصروا على فريق لاسي ميلانو، الجماهير ديال فيورنتينا فرحانين به وكيقولوا بانه سفيان رجع النيفو ديال كاس العالم. سفيان لاعب عالمي كلاس مونديال، كنا كنتمناو اكيد بان في هذا الميركاتو يمشي لبرشلونه، اكيد يمشي لبرشلونه ويدير المكان ديالو. كيبان بانه في تواصل مع شافي هرنانديز، ممكن يكون هو المستقبل ديال برشلونه، غيمشي بوسكاس ما بقى ليه والو. اكيد سفيان أمرابط يشد تمايا وعنده كل الامكانيات سواء في برشلونه ولا ليفربول. غير هو القضيه اللي كاينه المهدي بن عطيه غادي يخرج وغادي غيتكلم على سفيان أمرابط، قال لك لاعب كبير لاعب كذا، هو يعوج قال لك يمشي الفريق جيفونتوس. ودابا المهدي اللي بان ليه في المغرب يجي جيفونتوس، هاد جيفونتوس بعدا واش تكمل هاد العام ولا ما تكملش، ولا غادي يطيحوا على الدوزيام سيري، واش عندها امل انها تلعب عصبه الابطال. راه بغينا سفيان أمرابط يكون ممثل ديال كره القدم المغربيه ونشوفوا عنده تتويجات. هاد التتويجات فين غادي يديها؟ يكون في برشلونه ولا يكون في ليفربول، على عيني وراسي. فريق جيفونتوس فريق تاريخي ولكن يعيش مرحله عصيبه. كيفاش غادي تلوح سفيان أمرابط؟ رغم ان الصراحه انا متفائل بانه لو كونسيبت دو جو ديال أمرابط غادي يجي كونفورم مع لا يوفي، هذيك الكره الايطاليه اللي كيكون داك اللاعب متوسط الميدان الدفاعي تقريبا هو القبطان اللي كيسير الفريق. المهدي بن عطيه اكيد انا اللي كنت نتسنى يعاون هو عطيه الله يصيفطو سواء لتركيا او ينجح له الصفقه ديال فرنسا، لكنه دا عز الدين أناحي، وعز الدين أناحي راه في القرقره مع الاولمبيك مارسيليا. ولا كنت لهيت الحديث ديالي بالكلام على عز الدين أناحي راه لانه الميليو يعاني. صابيري أناحي سليم أملاح بثلاثه عندهم مشاكل. سليم أملاح الجديد مع الاسف المؤسف هو تعرض للاصابه على مستوى الركبه. واش تعرض للاصابه على مستوى الركبه ام تفاقمت الاصابه؟ التفاصيل مازال غادي نعرفوها من الفريق ديالو فالادوليد. هاد الوليد ما بغاش تمشي معاه، مشاكل مع الفرقه ديالو فاش كان مع بلجيكا ستاندرد لياج، ها هو غادي يجي لاسبانيا يلا كنتظر انه يشد له ريتم، ها هو غادي يتعرض للاصابه. كيقولوا 2 حتى 3 الاسابيع ما غاديش يكون حاضر، مما يعني رسميا ما غيكونش في المقابلتين الوديتين ضد البرازيل وضد البيرو. سليم أملاح راه لاعب استراتيجي في اللعب المنتخب الوطني ولا سيما ضد منتخب البرازيل. علاش؟ في المونديال راه ما كانش سليم أملاح يعني طوب بدنيا، ورغم ذلك تم الزج به. علاش؟ لاعب كما قلت لكم استراتيجي، هو اللاعب الوحيد اللي كيوقف مع أمرابط وكيزاوج مهام دفاعيه
وكذلك هجوميه على حسب داكشي اللي كيطلب منه وليد الركراكي، وهو اللي حق لنا داك التوازن. ملي غادي نلعبوا مع البرازيل ما غاديش نكونوا حماق عاوتاني نمشيو نطرعوا ونفتحوا، اكيد غادي نرجعوا نسدوا علينا وننتظروا المثلثات او لي ترانزيسيون. وشكون اللي كيخدمها مزيان؟ سليم املاح. المشكل شكون هو اللي غادي يعوض سليم املاح؟ كان اللي كيعوضه هو الصابري. لاحظنا المشاكل اللي عنده، المدرب ديالو ضرب نص ساعه الصابري في الميدان وهو يخرجه، ومن بعد جات التصريحات ديال ستانكوفيتش المدرب ديال سامدوريا، قال لهم الا بغيتوا تسولوا شي حد سولوا الصابري، قال بانه متلفها والنيفو ديالو ما شفعليش بانه فعلا نخليه تيتولير رسمي. فيما الصابري الجماهير كتحتاج كتقول علاش يخرجوا، وإلا نكونوا موضوعيين الصابري من بعد كاس العالم ما عجبنيش بزاف، اداءات ديالو ما رقات شيء. كانت الاصابه، ولكن يعني كما بغى يكون الحال يبين مستوى. يمكن كيعيش واحد المرحله صعيبه نفسانيه. كنعرفوا بانه تعاقد مع فيورنتينا، الا تعاقدتي مع فيورنتينا غتكون احترافي وكمل مع سامدوريا وبين الكفاءه ديالك، يعني ملي غادي تنتقل لفيورنتينا غادي تكون ناضي، وكذلك المكان ديالك في المنتخب الوطني. ها هو دابا وقفنا عليه كيبان ما كايناش ديك الجاهزيه. عز الدين أناحي ما نتكلمش عليه. عز الدين أناحي بديت كنسمع انه ربما غادي يغادر اولمبيك مارسيليا، في الصراحه مشاو الحوايج بهذه السرعه هذه. وهنا المهدي بن عطيه، الى غادي نعاودوا نتكلموا على المهدي بن عطيه، ها اللاعب ديالك انت لاجون ديالو، كيفاش غتفكوا في هذه الوحله هذه؟ واكيد أناحي راه ماشي شي حاجه عاديه، راه بان واحد اللاعب بواحد لاكلاس مونديال وعاونا في كاس العالم. المشكله هذا الثلاثي كامل ما كيبانش في الجاهزيه، لكن الحمد لله واحد اللعب اللي جايب ثبات وهدوء، عمران لوزة يقدر يكون هي ديك المفاجاه الطيبه في وسط الميدان ديال المنتخب الوطني. ممكن انه يتزوج امرابط وعمران لوزة ونشوفوا واحد لابروش، واحد التوجه في وسط الميدان يكون بمستوى عالي. كيبان بانه لوزة عنده الاقتدار يلعب رقم 6 وكذلك يلعب رقم 8 في الواجبات الدفاعيه وفي لي ترانزيسيون التحولات الهجوميه. غير هو حتى هو راه جاي من اصابه، والمدرب ديالو بيليتش الكرواتي كيحاول يميناجيه فريق واتفورد. نتمنى يوصل المقابله ديال البرازيل يكون طوب بكامل الجاهزيه، ويكون الماتش ديال الريفيرونس، واكيد ينسينا ديك الكفره ضد المنتخب المصري. عبد الصمد الزلزولي البارح ضد السيلتا فيغو دار كل شيء، حتى الهدف سجلو وما حسبوش. وبالمناسبه فريق اوساسونا دار واحد الاعتراض، التحكيم ديال اسبانيا ماشي غير هما، ماشي غير حنا اللي عندنا المشاكل، حتى هما عندهم مشاكل. قالوا لهم كيفاش هاد الكفره تحسبات، راه ضربها اللعاب الاخر راه ماشي اورجو على اين. حنا اللي يهمنا هو عبد الصمد الزلزولي وهذا المستوى الصاعد اللي غادي فيه. كل مقابله كيبين عبد الصمد بانه ذاك اللاعب اللي تكلمنا عليه وعنده الامكانيات الكبيره. اكيد هذا الشيء هذا كيصب في المصلحه ديالو وكيصيفط رسائل لانه اللاعب ديال برشلونه، كيصيفط رسائل لبرشلونه كيقول لهم واش داك الفيران توريس ولا الانسو فاتي احسن مني. كذلك كيرسل فاكس الوليد الركراكي كيقول ليه المكان ديالي محجوز في المنتخب الوطني، في الوقت اللي سفيان بوفال مازال ما بغاش يقلع في الدوري القطري. عبد الصمد الزلزولي كل سيمانه كيبدعنا باللوحات ديالو، كيشدهم في داك القنوته وما كينسير نتائج نتايا وبالفعاليه. يمكن ماشي داك العجين ديال الكره، حيت هذا هو التحدي اللي غادي يكون عند الزلزولي في التطوير ديال اللعب ديالو. لاحظنا بانه ولا كيدخل في لا بروفوكاسيون، الالتحامات البدنيه اللي اكيد انه خصو يربحها. الا مشى ولا كيربح الالتحامات البدنيه ولا كيدير الدريبل ديالو والمراوغات في لا فيرتيكاليتي وكيدخل ويشق في الخصوم، كونوا على يقين بانه العام الجاي غنشوفوه حاكمها في برشلونه كاين وحاضر، وغادي يحفر لنا توريس والانسو فاتي ويكون حاضر. قبل ذلك في المنتخب الوطني بوفال اكيد بانه كان هو بالرسميه في المونديال. كاينه منافسه واللي اكيد عجبنا في المنتخب الوطني، ملي كنشوفوا الزاروري وكنشوفوا عبد الصمد الزلزولي وعديد اللاعبين اللي جايين في الطريق اللي كيتنافسوا في ذاك المركز ديال الجناح ايسر. على اين عبد الصمد الزلزولي كيسجل النقاط واكيد حاضر في المفكره ديال برشلونه، والجماهير ديال برشلونه تنادي بذلك،
واكيد وليد الركراكي غادي يكون كيشوف من البعيد وفرحان لانه عارف شنو هو عبد الصمد الزلزولي، هو اللي امن به ودخلوا في اول ماتش اللي كنا لعبناه في المونديال. واخا ما مشاتش مع الزلزولي في المونديال، لكن ها هو كيرجع وكيبين بانها كانت هذيك فتره اللي ما كانتش عطات معاه، اللي ما مشاتش معاه، ها هو غادي يرد. واكيد وعلاش لا اللعيبات ديال بوفال شفناها في المونديال، نشوفوا اللعيبات ديال الزلزولي مع البرازيل والبيرو.